حضرتك؟ أيوة. اسمي منار منصري، أنا جزائرية من ائتلاف شباب 8 مايو. نعم. مرحبا بحضرتك. عاوزين حضرتك تكلمينا عن ائتلاف 8 مايو وعاوزين تكلمينا عن الظروف الراهنة في الجزائر. ائتلاف 8 مايو حركة ثورية عبارة، يعني احنا كنا مجموعة من المجموعات الشبابية تنشط على الفيسبوك وعلى الميدان ضد النظام، يعني تطالب زي ما حصل هنا عندكم قبل الثورة. وبعدين قلنا يعني في جهود طيبة ولكنها مبعثرة، ففكرنا ان احنا نعمل ائتلاف شبابي يجمع هذه المجموعات، وابتدينا مع بعض بقالنا تقريبا يعني أكثر من قربنا على السنتين إن شاء الله. الحمد لله. يعني ابتدينا في الأول في الفيسبوك وبعد كده نزلنا ميدانيا، عملنا وقفات. المجموعة بتكبر، الائتلاف يعني بيزداد تماسكا. الوضع في الجزائر يعني ممكن أشبهه لك بمصر قبل ثورة يناير بأشهر، أو ممكن يعني بأشهر وأسابيع، يعني مع التعقيدات بتاعت الوضع في الجزائر، انه احنا يعني عملنا عدة ثورات متتالية سرقت منا مرارا وتكرارا، فالنظام اصبح اكثر خبرة في قمع الثورات، يعني اكثر من هنا. الناس كمان بقت خايفة، يعني الناس بقت خايفة من الثورات، لانه احنا ما تنساش في التسعينات كانت الحصيلة كبيرة، 250,000 جزائري، حصيلة كبيرة يعني قادرة انها تخوف الناس من اي ثورة. لكن الشعب ناقم عامة على النظام. تبقى انطلاق الشرارة الحقيقية يوميا في الجزائر، عشرات الاحتجاجات الفئوية هنا وهناك تقمع بطريقة احترافية، لأنه نظامنا عسكري مخابراتي عسكري. ولكن في الجو العام السائد لدى الجزائري هو سخط، لأنه في الضمير الجزائري هذا النظام معروف أنه جنرالات فرنسا يحرسون مصالح فرنسا في الجزائر، معروف أنهم قتلوا 250,000 جزائري خلال العشرية السوداء اللي هي من 92 ل 2002، معروف أنهم اختطفوا يعني المسجل رسميا حوالي 20,000 مفقود، يعني ناس أهلهم لحد الآن عائلات المفقودين تقف مطالبة بتوضيحات. يعني أحد الأمهات قالت لي يعني إحنا لن نسكت أبدا، لأني أنا ما دفنتش ابني، لم تدفن ابنها. يعني الحرقة عدم دفن الابن أو الأب أو الأخ أو هتخليك تطالب بتفسيرات. يعني واحنا صغيرين كنا يعني كل الجزائريين تقريبا نشأوا على ان هم بيسمعوا عن فلان قتل، فلان ذبح، مجازر بشعة، كان يتم سلخ الناس، كان يتم اغتصاب النساء. ما حصل في الجزائر أبشع بكثير مما يحصل في سوريا، ونحن لا نقلل من ما يراه أو ما يعانيه إخواننا في سوريا، ولكن الحصيلة كانت ثقيلة. فالشعب الجزائري ساخط، تبقى الشرارة وتبقى الثقة. يعني هو فقد المصداقية أو البديل فقد مصداقيته، فإحنا محتاجين إن إحنا الشباب نثبت للشعب إن إحنا فعلا نيتنا خير للبلد ده. دلوقتي مؤخرا النظام يعني ربنا سلط عليه نفسه، ان هو بعد ما كان بيقول انا ضد التدخل الاجنبي وانا ما اعرفش ايه وانا مع حرية الشعوب واستخدم ده ضد ثورة ليبيا واستخدمه ضد ثورة سوريا، جه هو دلوقتي بيدخل الناتو. يعني بعد ما كان بيرفض تدخل الناتو لحماية شعوب، لا بيدخله لبلدنا، بيفتح له يعني حضن الصحراء اللي هي يعني معقل الثروات الجزائرية، عشان يضرب مين؟ يضرب إخواننا في مالي. مالي دولة لها سيادتها، سواء حصل فيها انقلاب ما حصلش فيها انقلاب، دي دولة لها سيادتها، نرفض تدخل أي بلد أجنبي فيها. ثانيا دي دولة شقيقة مسلمة، يعني ازاي نزج بالجيش الجزائري المسلم انه يضرب اشقائه. ثالثا احنا عارفين كويس جدا ان امريكا او الناتو، يعني الناتو هو امريكا، هو بريطانيا، هو فرنسا، هي المصالح المشتركه للغرب. اذا دخلوا بلد سيمتصوا ثرواته. يعني احنا عارفين ان هم الاخطبوط اللي بيخش بلد ما بيسيبوش الا هو مفتت او هو مشتت. لا لن نسكت. بص هم دخول قوات الناتو إلى الجزائر، بص هم لو دخل الناتو نحن ليس لدينا عداوة مع أحد. يعني إحنا كمسلمين عامة وكجزائريين ما بنعاديش حد، ما بنبادرش بالإساءة، بس إن مستعمر يجي لأرض الشهداء فسيدفن فيها هو ومن أتى به. هل هناك مواقف
في وقفة يعني دي مجرد ايه، دي وقفة رمزية في الجزائر هتتعمل ضد التدخل ده. بنقول لا للناتو في أرض الشهداء ولا للحرب على مالي. يعني المبدأ لا يتجزأ. احنا رافضين ان بلدنا تستعمر، ورافضين ان بلد شقيقة في الدين وفي الجورة تضرب من خلالنا. رفض تام. فالوقفة دي هتتعمل ان شاء الله في الجزائر، وفي وقفات في بلدان اخرى، وفي وقفة ان شاء الله هنا في مصر يوم في نفس اليوم 15 نوفمبر. فدي اول خطوة. هنشوف رد الفعل هيكون ايه، وبعدها الموقف قابل للتصعيد على كل المستويات. وايه رايك في الثورات العربيه خصوصا في دوله مصر، وشايفه الوضع الراهن عامل ازاي في مصر؟ مصر تعيش مخاض بناء. هي بص انتوا الثوره وكل الاحداث دي ولحد الان مصر تعيش مخاض لميلاد شيء مبارك، مبارك جدا. نحن نستبشر، صدقني انا بقولها لك وان شاء الله هذه الكلمه يعني لو اطال الله لنا عمرا يعني هتفتكروها. مصر والامه العربيه كلها والامه الاسلاميه بتعيش مخاضا لميلاد شيء عظيم باذن الله. انا هقول على حاجه من خلال قناتكم. قبل الثورات دي انا ما كنتش من الناس الملتزمين جدا، يعني تحجبت قبل الثورات بفتره قليله، بس ما كنتش ملتزمه. وكتير من الشباب لما شفنا الناس يعني بتكبر وهي تدافع عن الحق، ده في ريح طيبه كده، مش عارفه، ريح طيبه بتمشي في المنطقه. ففي شباب كتير بساله طب انت من امتى التزمت، او انت من امتى؟ تقولي ما اعرفش. انا فجاه لقيت نفسي ان الله سبحانه وتعالى بيهديني وبينير بصيرتي ان انا اتبع دينه. فشاء من شاء، ابى من ابى، رغما عن انوف من كان. احنا دلوقتي بنعيش مرحله تمكين، نسال الله ان يجعلنا اهلا لها. يعني احنا ولا بنقصي احد. اللي عايز يبقى علماني يبقى علماني، اللي عايز يبقى لائكي يبقى لائكي، اللي عايز يبقى ليبرالي يبقى ليبرالي. احنا تقبلناهم، يبقى يتقبلونا، لان احنا اغلبيه، شاءوا ام ابوا.